السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردا على من زعم كذبا وزورا وبهتانا في قناته المسمى بأغاني قرآنية. استمعنا ورأينا وللأسف أن شاذا من الشواذ وفاسق من الفاسقين ومستهزئ من المستهزئين خرج قناة على جوجل على اليوتيوب يغني فيها، يعني مثلا يأتي بصورة الزلزلة، يأتي بصورة الواقعة، يأتي بصورة التكاثر، ويأتي بصور رقص وطبل وزمر، ويغني بالكمانجة على هذه الآيات. فهل يا ترى هذا الذي يفعله من الدين؟ اعلموا هدانا الله وإياكم أن الإيمان بالقرآن من أركان الإيمان، والإيمان بالقرآن يقتضي مننا تعظيمه وتوقيره وعدم الاستخفاف به. فإذا جعل القرآن عرضة للنكت والحكم والأمثال والأضحاك حتى يستخدم مادة لندخل الضحك على الناس، فهذا يتنافى مع التعظيم المستلزم للإيمان. وما حكم من فعل هذا بالقرآن الذي هو أفضل الكتب المنزلة من عند الله تحت أي مسمى؟ هذا كفر كفرا بواحا مخرجا من الملة، ويعتبر مرتدا عن دين الإسلام، والشرع أوجب على الحاكم أن يحبسه ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وعاد عن فسقه وخروجه من الملة قبلت توبته، وإلا فالحاكم له أن يقتله بعد الغروب من اليوم الرابع. وهذا الحكم معروف في من ارتد ومن استخف هازلا ومن استخف بالقرآن جادا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في سورة التوبة في الآية 65 و 66 قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال العلماء إن المتكلم بالكفر بطريق الهزل مرتدا، وهو مستخف بالدين، وهو لا يفعل ما يفعله عن اعتقاد، وإنما يريد التكسب. ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جدا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو آياته أو برسوله أو بكتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وينبغي لكل من استمع هذه أن يحذر الناس من هؤلاء الذين اعتدوا على حرمة القرآن. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.